السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم. معاكم أخوكم عامر شكري. إن شاء الله هنبدأ مع بعض كورس جديد بعنوان Data Analysis أو علم تحليل البيانات. إيه هو علم تحليل البيانات؟ هو باختصار علم كل الناس بتستخدمه، أنا وحضراتكم وست البيت وتجار في المحلات بتاعتهم أو السوبر ماركت والناس في المصانع. كل الناس بتستخدم الداتا أناليسيس بس بأشكال مختلفة. يعني مثلا احنا بنستخدمه علشان مثلا نشوف او نوازن بين مصروفات الشهر بتاعتنا والمرتبات او الايه او الدخل بتاعي. بشوف انا مثلا هعرف انا هصرف كام، هحوش كام، ايه الحاجات اللي هقدر استغنى عنها او ايه الحاجات اللي هقدر اجيبها. كل ده ايه؟ ده كله يندرج تحت الداتا اناليسيس. عندي شوية داتا اللي هي عبارة عن المرتب بتاعي والمصروفات بتاعتي. ببدأ أعمل عليها أناليسز أو ببدأ أعمل عليها بروسيسنج أو معالجة. تمام. أطلع بنتيجة إن هي تقول لي مثلا أنا هصرف كذا أو هقدر أحوش كذا أو مش هقدر أحوش كذا، أو ممكن أستغنى عن الحاجة الفلانية عشان هتأثر معايا مثلا. ممكن أجيب الحاجة الفلانية عشان ممكن هتغلى بعد كده أو هتزيد. دي كلها حاجات تندرج تحت الداتا اناليسيس. ومن هنا نقدر نستنتج علم تحليل البيانات، ان هو عندي شوية داتا او عندي داتا مثلا معينة جبتها باكتر من شكل واقدر بعمل عليها الداتا دي، بقدر اعمل عليها معالجة معينة مثلا او بروسيسنج معين. تمام. اطلع من الداتا ديت وعملية البروسيسنج ديت بمعلومة تفيدني ان انا اقدر اخد قرار معين يفيدني بعد كده في المستقبل. تمام. طيب انا علشان اكون محلل بيانات شاطر، في اساسيات كده في الداتا اناليسيز لازم تكون عندي علشان اقدر اكون داتا اناليست محترم وعندي باك جراوند كويسه اقدر استفيد منها. ايه هي الحاجات اللي انا اقدر استفيد منها في الداتا اناليسيز، او ايه هي الحاجات او المبادئ الاساسيه اللي انا محتاجها علشان اتعلم داتا اناليسيز؟ مثلا تحليل البيانات. تمام. عندي اول حاجه بتاثر بيا او اول مبدأ او اول حاجه لازم اكون عارفها هي مصادر البيانات. البيانات بتاعتي دي هقدر اجيبها منين وهقدر اجيبها ازاي؟ كل ده موجود فين؟ في مصادر البيانات. يعني مثلا انا كشركه عاوز اعرف المنتج بتاعي ده هقدر ابيعه ولا مش هقدر ابيعه، او هو مثلا المنتج ده كويس وبينافس مع المنتجات التانية ولا مش بينافس. بعمل ايه؟ بتلاقيني عامل مثلا زي سيرفي او كوشنير للناس، اقدر اسالهم المنتج ده بتاعي كويس، بتشتروه غالي رخيص مش عارف ايه. الكلام ده كله موجود فين؟ في شكل السيرفي او شكل الكوشنير اللي موجود عندي، اللي اقدر اخد منه الداتا بتاعتي وابدا اعمل عليها مثلا زي بروسيسنج او كده، يطلع لي في الاخر المنتج بتاعي ده هقدر فعلا هل هو فعلا منتج بينافس ولا مفروض اعمل حاجات معينة عشان تزود لي في الربح بتاعي من خلال المنتج ده. يعني مثلا بيتأثر بحاجات معينة زي مثلا السيزون اللي هو الموسم، مثلا موسم معين زود فيه إنتاجي. بيتأثر ب مثلا في بقعة جغرافية معينة هي اللي بيتباع فيها أكتر مثلا، فأزود إنتاجي في الحتة ديت أو أزيد في التوزيع بتاعي على النقطة ديت. كل ده يندرج تحت مصادر البيانات. ومصادر البيانات سواء مثلا أنا عندي داتابيز أو كوشنير أو سيرفي أو كل دي مصادر بيانات. هنتعلم إزاي نقدر نوع في المصادر بتاعتنا وإزاي أقدر أعمل سيرفي أو استطلاع رأي أو استبيان معين. شكل الاستبيان بيبقى عامل إزاي، الخطوات اللي انا لازم اخدها وانا بعمل استبيان بتكون عامله ازاي. دي كلها حاجات هنتعلمها من خلال الجزء خاص بمصادر البيانات. تاني حاجه بتأثر معانا في تحليل البيانات هي السامبلنج او العينات. ايه العينات دي؟ انا طبعا علشان اعمل تحليل بيانات
لمنتج مثلا عندي في المصنع، مش هجيب كل المنتجات اللي انا بعملها واعمل عليها البروسيسنج او اعمل عليها التحليل ده. يعني مثلا كشركة مثلا بصنع لمبات، هل انا بجيب كل اللمبات اللي عندي واعمل عليها تيست عشان اعرف متوسط عمر اللمبة قد ايه؟ طبعا ده حاجة مستحيلة. لا، انا باخد عينة من اللمبات ديت بعمل عليها التيست، ومن هنا بطلع بنتيجة معينة هي وايه، الا وهي مثلا عمر اللمبة دي او متوسط عمر اللمبة ديت 10 ساعات مثلا. تمام. خلاص انا بطبق اللي انا اخدته او اللي انا عملته على العينة ديت على الايه، المجموعة كلها. تمام. طيب، العينات دي لها اشكال ولها انواع ولها طريقة في ايه عمل العينة دي. ان شاء الله دي برضو هتكون جزء لوحدها، هنتعلم ازاي نعمل عينة، او ازاي اطلع عينة، او شكل العينة المناسبة ليا علشان اقدر اعمل تحليل بيانات. تالت حاجة هي ايه، يكون عندي مبادئ احصائية قوية. مبادئ احصائية مثلا ازاي اعرف المتوسط، ازاي اعرف الميديان، الكلام ده كله. في مبادئ كده اساسية لازم لاي حد هيشتغل في تحليل البيانات لازم تكون عنده. تمام. تحليل البيانات مش هو فيجواليزيشن، لان في ناس بيلتبس عليها الامر ان انا دلوقتي اعرف طول مثلا معين زي الباور بي اي هعمل شويه تشارتس وحاجات زي كده يبقى انا كده ايه عارف تحليل البيانات. لا، اللي انت بتعمله ده اسمه ايه، ده فيجواليزيشن. هو مهم برضو موجود في تحليل البيانات، لازم تكون عارف حاجه زي كده، بس ده يبقى ده اخر خطوه عندك، اخر خطوه تعمل فيجواليزيشن. طبعا لما تكون انت دارس كل الحاجات اللي انا بتكلم فيها دلوقتي او المصادر البيانات والعينات والمبادئ الاحصائيه دي، وتستخدم التول، هتستخدمها عن ايه، عن فهم. تقدر تستخدم، هتقول مثلا الشارت ده انا هستخدمه في الوقت الفلاني، انا عاوز اطلع معلومه معينه من الشارت ده، يبقى اخلي متخذ القرار يفهم حاجه معينه من الشارت ده. تمام. افهم ان هو مثلا في حاجات بتاثر في الحاجه الفلانيه، تمام، فلازم اوضحها مثلا في الشارت بتاعي. تمام. فده نفرق يا جماعه بين الداتا اناليسيز والداتا فيجواليزيشن. داتا فيجواليزيشن استخدم تول وخلاص وارسم شويه تشارتس وكده وكده يعتبر عملت داتا اناليسيز، لا ده غلط. داتا اناليسيز لازم تكون فاهم كل الحاجات المرتبطه بتحليل البيانات. العينه هجيبها ازاي، لو عاوز اعمل اصلا اخلق عينه من الاول خالص عن طريق السيرفي، اعمل السيرفي ازاي، العينه دي هيبقى شكلها عامل ازاي او النوع بتاعها ايه، المبادئ الاحصائيه اللي انا هستخدمها على السامبل دي او على العينه ديت عشان اطلع منها معلومه مفيده ايه هي. تمام. طيب، رابع حاجه بقى واللي احنا لسه قايلين عليها اللي هي ايه، اللي هي التول. في تولز كتير جدا قويه في موضوع تحليل البيانات دي، مثلا زي الاس بي اس اس او الار او البايثون. ده كلها ايه، من التولز القويه جدا اللي بنستخدمها في الداتا اناليسيس. الداتا فيجواليزيشن طبعا في حاجات زي الباور بي اي زي التابلو، دي كلها ايه، حاجات خاصه بالتولز دي برضو ايه هنتعرف عليها وهيكون لها جزء خاص في الكورس بتاعنا. يبقى احنا عندنا كورس كامل عن تحليل البيانات في 4 اجزاء، اللي هو الجزء الاولاني اللي هو مصادر البيانات، تمام، والجزء الثاني العينات، والجزء الثالث اللي هو مبادئ الإحصائية، والجزء الرابع اللي هي إيه، التولز. إن شاء الله الكورس ده أو الجزء ده هنتكلم فيه عن المبادئ الإحصائية. تمام. وبكده خدنا أو عرفنا إن شاء الله الكورس ده هيكون ماشي إزاي. تمام. أو الحاجات الأساسية اللي لازم تكون عارفها علشان تبدأ في الجزء الخاص بتحليل البيانات. من السيشن الجاي هنتكلم عن المبادئ الإحصائية المفروض هنعرفها خلال الكورس، او هنبدأ ان شاء الله في الكورس بتاعنا على طول علشان ايه ما ضيعش وقت حضراتكم. وديت كده يعتبر مقدمة سريعة عن الكورس بتاعنا. اشوفكم ان شاء الله في السيشن اللي جاي على خير بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.